صعيدي من أسيوط قدر يكون واحد من أهم وأبرز علماء الطيران والهندسة في العالم. قدر يطور طيارات خارقة للصوت ويخليها توصل من مصر لنيويورك في 4 ساعات بس، وقدر يحول العربيات لطيارات بتطير. ناسا كانت بتستشيره في كل خطوة بتعملها، والسادات بنفسه راح له أمريكا علشان يتعرف عليه. حكايتنا النهاردة عن العالم المصري رضا المنقبادي. رضا المنقبادي عالم مصري مش عادي، واحد من أشهر وأعظم علماء الطيران والهندسة في العالم. بس قصة نجاحه ما كانتش سهلة خالص. صعيدي قضى معظم حياته في أسيوط ومنها لسوهاج. عيلته مشهورة في البلد والكل يعرف إسهاماتها. اتعلم في مدارس أسيوط وتخرج من كلية الهندسة في جامعة القاهرة، ومنها سافر لأمريكا، وناسا ما صدقت تلاقيه وضمته الفريق من كبار العلماء اللي اشتغلوا في الديناميكا الصوتية الهوائية الحاسوبية، وده علم بيكون مسؤول عن الضوضاء وحركة الهواء اللي بتكون حوالين أي طيارة. والمفاجأة إن بعد وقت قصير قدر يطور طيارات ويخليها أسرع من الصوت وكمان منخفض الضجيج، والطيارات دي خلاها صالحة للاستخدام وتقدر شركات الطيران تستعين بيها. وهو بيحكي عن الطيارات دي قال إنها أكبر من طيارات الكونكورد وساعتها كبيرة جدا، وأي حد يقدر يسافر بيها من نيويورك للقاهرة في 4 ساعات بدل 12 ساعة، وسعر التذكرة فيها مش بيفرق كتير عن الطيارات التجارية العادية. مش ده الإنجاز الوحيد للعالم رضا المنقبادي. تخيلوا إنه كان من 6 باحثين فقط اختارتهم ناسا مركز لويس، وكان عندهم حرية كاملة يختاروا مشاريعهم، وكان التحدي الأكبر هو اختيار مشروع يكون بيحبه وفي نفس الوقت يكون ليه أثر طويل المدى. مش بس كده، دول كمان كانوا بيرفعوا تقاريرهم العلمية بشكل مباشر لمكتب رئيس العلماء في ناسا، وده خلاهم يتابعوا كل تفاصيل الوكالة وكمان يشتغلوا مع أفضل العلماء والأساتذة اللي انضموا لفرقنا البحثية. المنقبادي كمان أسس مركز فلوريدا للدفع الجوي والفضائي بالشراكة مع أكبر 3 كليات هندسة في فلوريدا. المركز ركز على محركات الطيران والفضاء وكان بيساعد في تطوير الصناعة في أمريكا. حاليا عنده مشروع السيارات الطائرة داخل المدن، وده طبعا ممكن يكون بالنسبة لناس كتير حلم حرفيا، بس الحلم اللي الناس كانت فاكرة مستحيل المنقبادي بيحققه دلوقتي. والحكاية اللي مش كل الناس تعرفها رحلة الدكتور رضا مع الرئيس الراحل أنور السادات، واللي حصلت سنة 1978. سنة 1978 السادات بنفسه قرر يزوره وأخده في الطيارة الرئاسية في نيويورك. واللي حصل وقتها الدكتور رضا كان من ضمن 12 طالب دكتوراه مصريين كانوا بيدرسوا في أمريكا، وتم اختيارهم للقاء الرئيس السادات. وقتها معظم طلاب الدكتوراه المصريين في أمريكا كانوا بيرفضوا يرجعوا مصر، بس السادات حب يشجعهم وأصدر قوانين تسهل رجوع أي مصري بياخد الدكتوراه من بره، زي الإعفاء من التجنيد لو فوق 30 سنة، وإعفاء من الجمارك لو دخل سيارة، وكمان خصص أراضي لبناء شقق سكنية للدارسين في الخارج. وده كله خلى الدكتور رضا يحس فعلا بتقدير وطنه ويقرر يرجع يشتغل في جامعة القاهرة. وقتها الدكتور رضا قال إن أصعب حاجة واجهته طول سنين شغله ونجاحه كانت الموازنة بين شغله وعيلته، وإنه اتحرم من إنه يستمتع ويشوف حياة ولاده. لكن ولاده دلوقتي كبار وهو بيحاول يقضي وقت معاهم هو وأحفاده ويشاركهم خبراتهم، رغم كل الجوائز العالمية اللي خدها زي زمالة ناسا وجوائز الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. أكتر حاجة فخور بيها هو وسام الجمهورية للعلوم والفنون من مصر، لأنه اعترف من وطنه بمجهوده ومسيرته العلمية، وبيدرس حاليا في جامعة القاهرة، وشايف إن أساتذة كليات الهندسة في مصر على درجة عالية من الكفاءة زيهم زي اللي دارسين في أرقى جامعات أمريكا وأكتر كمان. بس الفرق إنهم هناك بيخصصوا وقت كبير ليهم للبحث العلمي، وإن مصر محتاجة تتبع النهج ده في التعليم.